إذا جلدها شيخ عبد الرشيد أيده الله تعالى بروح من عندي. آمين. وأسبغ الله عليه نعمه الظاهرة والباطنة. آمين يا رب. وأبقاه الله في عمره ذكرا ووقتا يتمتع به المسلمون. آمين. علما وتربية ودينا وآدابا وخلقا، لأنه أوفى دعوته إلى الغاية وانتهى بها إلى النهاية حتى وصل إلى مدينتنا هذه قبر بيح. ما شاء الله. فشرف لنا أن زارنا ذاك الشيخ ذاك الداعية الوحيد للصومال، وشرف له أن زار مدينة قبر بيح التي ترفع أبصارهم وأفئدتهم إليه محبة له، محبة في سويداء قلوبهم. فجزا الله الشيخ عنا كلما جاز أحدا عن أحد. بارك الله فيك شيخنا شيخ عبد الرشيد. هذه مدينة قبر بيح لم يطمئن قلبها ولم يقطع حزنها منذ أن سمعتك تحبك محبة حبيب المحبوب، محبة الحبيب للمحبوب. فجزا الله عنك عن أمتك، عن مدينتك، عن شعبك، عن طلبتك، عن محبيك. ولا يفوتني أن أقرأ أو أن ألقي إلى مصالحكم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي، لا من حديث معاوية بن سفيان الأموي، وإنما هو حديث معاوية بن حكم السلمي قال: صليت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطش رجل بجانبي فقلت له: يرحمك الله. كان حديث عهد بالإسلام لأنه تكلم في أثناء الصلاة، فقال: وأستدل من هذا الحديث قضية فيه، وهي فخامة المدرس، فخامة المعلم، فخامة مربي الناس للخير. قال: فقلت له: يرحمك الله. فنظروا إلي بأطراف أعينهم هكذا أي مسكتون لي. فقلت لهم: وثكل أميا ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا ضربا على أفخاذهم. فلما رأيت يسكتونني سكت. فلما قضى رسول الله صلاته دعاني، والله ما رأيت معلما أحسن منه، ما ضربني وما كهرني وما شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بارك الله فيكم وأيدكم الله بالروح من عندي، وأسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأبقاه الله في عمره ذكرا ووقتا يتمتع بالمسلمون تربية مدينة هذا الخلق.